السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل اكله سهله واقتصاديه وحلوه جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معايا صدر فرخه واحد، جبته وغسلته كويس قوي بالملح والدقيق والليمون ونشفته من ميته، وبعد كده قطعته كده بالطول زي ما انتوا شايفين. صوابع طويلة وتكون عريضة شوية، وقطعته مكعبات مكعبات، لا تكون كبيرة ولا صغيرة. نخليها وسط بحيث ان احنا ناخدها بالمعلقة نحطها على بقنا كده على طول. هقطعها كده زي ما انتوا شايفين كلها مكعبات زي ما قلت لكم وسط. ومعايا بقى شوية خضار، اي خضار تحبيه. معايا بطاطس وجزر وفاصوليا خضراء وبسلة اللي احنا مفرزينها مع بعض في الفريزر. ومعايا كوسة وفلفل اخضر، يكون حراق كده شويه عشان يدي طعم. طبعا ممكن تعمليها بكوسه بس، زي ما انت عايزه. انا حبيت ان انا اعمل بالخضار المشكل، تبقى طعمها حلو جدا. هحط بقى طاسه على النار واحط فيها معلقه سمنه، ولازم السمنه تسيح والطاسه تبقى سخنه جدا. اول ما تسخن والسمنه تسيح هنزل عليها بقى مكعبات الفراخ بتاعتنا، ومش هقلبها خالص الا لما تاخد اللون من تحت. لو قلبتها دلوقتي هتنزل السوائل اللي جواها، وهتيجي تاكليها هتلاقيها بتشد معاك. فلا، ما نجيش ناحيتها خالص الا لما لونها يتغير. اول ما لونها يبتدي يتغير ابتدي بقى ايه، اقلبها عادي، مفيش اي مشكله. اقلب بقى فيها عشان كلها تاخد لون واحد وتبتدي تخش في السوا. زي ما انتوا شايفين كده اللون اتغير، ابتديت بقى اقلبها بقى كلها عادي خالص، مفيش اي مشكله. اقلب اقلب لغايه ما كلها كده تاخد لون اللي هو المبيض، وتحس ان هي دخلت في السوا. هرش عليها بقى شويه بهارات الفراخ. طبعا بهارات الفراخ دي احنا عاملينها في البيت، ريحتها بقى تحفه. واروح نازله عليها بقى بكميه البصل بتاعتنا. انا مقطعه بصلتين كده كبار، مقطعاهم قطع صغيرين. هنزل عليهم بقى بالبصل، وهروح بقى اقلبهم، افضل اقلب كده فيهم اخد لون بني. لا، انا عايزاه يدبل بس. نعمل صينيه خضار تتاكل كده مع شويه رز، تبقى خفيفه وطعمها حلو جدا. اقعد اقلب لغايه بقى ما البصل بتاعي يدبل. اول ما الاقيه بقى دبل، انزل بقى عليهم بملح وفلفل اسود وشويه بهارات سبعه. بس كده. لو عايزه تحطي توم ممكن تحطي توم، ممكن تحطي بابريكا، اي حاجه تحبي تحطيها ممكن تزوديها، مفيش اي مشكله. ونقلبها كده تقلبتين، ونجيب بقى الخضار بتاعنا نحطه عليه، ونقلبهم بقى كده مع بعض. الله على الجمال! شايفين الالوان؟ الالوان كلها تحفه، والاكل خفيفه وحلوه جدا. اقلبه كده تقلبتين تلاتة، وبعد كده بقى هطفي عليهم النار. طاسة الخضار بالفراخ بعد ما طفيت عليها النار، شايفين الجمال؟ حلوة جدا. انا ممكن اكمل سواها وتتاكل على كده، تبقى خفيفة وطعمها حلو جدا. هجيب بقى الصينية بتاعتي او البايركس، وهروح حاطة فيه الخضار بالفراخ، احطهم في البايركس كده. وهجيب بقى اي حاجة عندك، طماطم ممكن تضربيها في الخلاط وتحطيها عليهم. ممكن عندك طماطم مسبكة، ممكن تحطي معلقتين صلصة براحتك. طبعا عندي بقى الطماطم اللي بسبكها معاكم هحطها عليها كده، هي متلجة بس دلوقتي هتتفك على طول. واحط معاها كوباية مية. انا مش حاطة على فكرة طماطم كتير لان انا عايزة الاكلة تبقى خفيفة. انتوا لو حابين تزودوا الطماطم ممكن تزودوا، وممكن تحطوا معاها معلقة صلصة كمان لو حابين ان هي تبقى طماطمها كتير. لكن انا عاملاها اكلة خفيفة، تبقى خفيفة كده على المعدة وحلوة جدا. هقلبها كلها، بعد كده بقى هغطيها بورقة زبدة وفيها ورق الفويل. طبعا مش هشغلها الفرن على درجة حرارة 180، هدخلها الفرن بقى وتستوي معانا، وبعد كده هنشوفها. صينية الخضار بالفراخ بعد ما طلعت، الله على الجمال! ما اقولكوش بقى، ريحتها تحفة. شايفين اللون؟ طبعا الكاميرا مش جايبة اللون بتاع الصينية. اللون بتاعها اصلا تحفة، جميلة جدا. والخضار كله مستوي وطعمه حلو جدا، وشايفينه بقى وهو طالع من الفرن وعمال يبقبق. والله على الجمال! صينية خفيفة حلوة. ممكن على فكرة تعمليها بالكوسة بس، عادي مفيش اي مشكله. يعني اي خضار عندك ممكن تعملي تشكيله كده، وممكن تعملي صنف واحد. لو بالكوسه كمان تبقى تحفه بجد. والله طعمها حلو جدا وخفيفه ومش مكلفه، اكله اقتصاديه
والطاجن ده هيأكل عيلة كبيرة مع شوية رز أبيض أو رز بالشعرية. يا جماله يا جماله، يبقى حلو جدا. وممكن كمان تعمليها في رمضان تبقى فطار، يبقى حلو جدا. جربوا الأكلة دي وهتعجبكم بإذن الله. بس أهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.